صباح الفل عليكم. معاكم مذيع باريس في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن حكايات الغربة، وازاي وانا جاي الغربة جديد وانا جاي بلد غريبة عليا اقدر انجو واقدر احقق اللي انا جاي عشانه واقدر اشتغل في المجال اللي انا بحبه. دلوقتي انا لما باجي الغربة جديد بحس ان الطريق صعب ولسه مش عارف حاجة ولسه في البدايات، فالطريق بيبقى مظلم مغيم. نصيحة أخوية مني ليك: اعمل اللي انت بتحبه. ايه اللي هيحصل يعني؟ هل مش هتلاقي تاكل؟ مش هتلاقي تشرب؟ مش هتقدر تنجو بحياتك؟ لا، هتقدر. وثق تماما ان حتى لو الطريق صعب دلوقتي، خطوة خطوة هيبقى سهل بعدين. فانت لازم تعمل الحاجة اللي انت بتحبها او تشتغل في المجال اللي انت بتحبه لأسباب كتير. اولا ان انت لازم تزرع في ارضك مش في ارض غيرك. اعمل اللي انت اتخلقت عشانه. المجال اللي انت بتكون موهوب فيه بشكل تلقائي انت بتكون مميز فيه وبتنجح فيه، حتى لو ما لاحظتش النجاح ده دلوقتي. على المدى حسب انت ومجهودك، على المدى القريب حتى مش البعيد، بتحس بالنجاح. بتبدأ تتعرف في المجال اللي انت شاطر فيه والمجال اللي انت بتحبه فعلا، اللي انت بتبقى مميز فيه، فالناس بتطلبك بالاسم. تبتدي تشتغل وبتبتدي تتعرف في المجال اللي انت فيه بان انت مميز. ليه؟ لان انت شغفك كله بتصبه في المنطقة دي، في الحتة دي. فنصيحتي ليك وانت جاي الغربة جديد، اشتغل في المجال اللي انت بتحبه. قصر الطريق على نفسك بدل ما تقعد تجرب كذا مجال. طبعا انت عشان تبقى في البداية مش عارف انا ناجح في ايه او انا هنجح في ايه. نصيحتي ليك لو انت حاسس نفسك مميز في حاجة وتقدر تعملها، اعملها، اشتغلها. في الاخر خالص هتلاقي نفسك كمان راضي عن نفسك، لان انت عامل شغفك وبتحقق هدفك وبتبني حلمك طوبة طوبة. الكلام ده مش كلام شعارات ولا كلام تنمية بشرية ولا لا. انا هديك كذا مثل كده ونتناقش فيهم مع بعض. لو انت شغال بتزرع في ارض غيرك او شغال عشان تحقق احلام ناس تانية، خلينا اشبهها لكم بمثال كده. ان لو واحد بيشتغل في مجال هو ما بيحبوش او في حاجة مفروض عليه، سواء ما كانش مثلا لاقي شغل او حس ان الظروف ضيقة فمضطر يشتغل اي حاجة او اي شغلانة عشان يكسب قوت يومه، وده حق مشروع ما انا ما بكلمش فيه. لكن انا بشبهها مثلا بمثال صغير جدا. ان مثلا انت كده بتزرع في ارض غيرك اولا. الحاجة التانية كأنك مثلا طلعت برج عالي جدا مكون من 200 دور، وطالع ومجهود و200 دور يعني 200 طابق، وفجأة وانت واصل للدور ال200 اكتشفت نفسك في الطريق الغلط، فهتضطر تنزل تاني وتضيع كل المجهود اللي انت بذلته، او كل مجهودك ده راح سودا. لان انت المجالات اللي انت ما بتحبهاش بشكل تلقائي ما بتكملش فيها، لان ده مش شغفك، انت عامل كده مجبور. انت لما تعمل الحاجة اللي انت موهوب فيها ومحترف فيها بتبتدي تكمل فيها. والانسان اللي ما بيكملش في شيء ده انسان، سوري في الكلمة، مش ناضج يعني، ملوش طعم او ملوش هوية. نجاحك بيتحقق على ان قدرتك على الاستمرارية، وان انت تقدر تكمل في المجال اللي انت بدأت فيه سواء انت حبه طبعا، اللي هو بتصب فيه كل شغفك وبتحب تعمله. خلينا نتكلم عن مثل تاني. مثلا ايه الفرق ما بيننا وبين الكائنات الاخرى اللي احنا اللي خلتنا نتسيد الكوكب ده، خلت البني ادمين بيتسيدوا الكوكب ده؟ حد هيقول لي التفكير مثلا، ان احنا مميزين عن بقية الكائنات والحيوانات بالتفكير. لا، الحيوانات برضو عندها جزء من التفكير، بيفكروا. يعني انت لو جبت اختبار كده، جبت كلب مثلا وحطيت قدامه كمية اكل كبيرة وكمية اكل صغيرة، هيختار الكبيرة. ده وعي، ده ادراك فطري. لا، مش التفكير بس، حرية الاختيار هي اللي بتميزنا عن كل الكائنات دي. احنا بنقدر نختار حاجة سواء بقى كانت صح او غلط او اليمين او شمال، وبنقدر نتحمل نتيجتها.
فالله مديك حرية الاختيار ان انت تختار، حتى لو هتختار طرق صعبة او طرق مستحيلة او بس ده شغفك، ده حلمك اللي هتقدر تنجح فيه. فحرية الاختيار هي اللي بتميزنا عن كل الكائنات اللي خلتنا احنا نتسيد عليهم الكوكب ونتحكم في الكوكب ونعمل حاجات في الكوكب ومشاريع وانشاءات وي 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 وي. حاجة تاني برضو عاوز اسيرها، ليه الناس بتهاجر بره البلاد بتاعتها؟ او هتكلم بشكل خاص عن المجتمعات العربية ومجتمعات شمال افريقيا والدول العربية. ايه السبب؟ تخيل معايا كده ايه السبب. السبب بسيط جدا، ان انت في دول اوروبا ممكن تحقق شغفك، يعني فرص ممكن تتيح لك تقدر تحقق فيها حلمك، تقدر تشتغل اللي انت بتحبه. طبعا هتقولي الكلام ده كلام فض مجالس وي وي وي، لا، انت لو اصريت على حاجه هتقدر تعملها، بدليل في ناس كتير قوي شغاله هنا، شغاله في مجالاتها وناجحه ومحققه حاجات ونجاحات، والكلام ده قدام عينيك. يعني الكلام ده انا ما بقولوش ان احنا مش شايفينه، لا، الكلام ده موجود قدامنا. ايه اللي يخليك بعد كل ده ما تسعاش نحو هدفك؟ هات لي يا عم يعني اخر حاجه ممكن تحصل لك، هتبات من غير عشاء مثلا، مش هتلاقي تاكل ولا تشرب ولا تنام. ربك كريم، ربك بيسترها. حقق حلمك، ما تعملش، ما تحققش حلم غيرك. اقلع العباية خالص. يعني زي مسلسل لن اعيش في جلباب ابي، هو حب يعمل يحقق هدفه. انا مش صورة طبق الاصل من والدي او من المجتمع اللي عايزني اكون في التراك ده عشان ارضيهم، مرضيش نفسي. مش انانية، لا، تحقيق للذات وتحقيق للحلم. والله يعني من وجهة نظري بيقسم الارزاق على حسب شغف البني ادم، على حسب حبه للحاجة. لان انت طالما حابب الحاجة وحابب شغفك هتكمل فيها وتستمر فيها، وهيبقى ليك هوية وطعم وبصمة فيها. ليه الناس بتهاجر من البلاد العربية وبلاد شمال افريقيا؟ عشان ما بيعرفوش يحققوا ذواتهم هناك وما يقدروش ينجحوا هناك. عايشين في ستيريوتايب، تابو ده يمشي في التراك، ده يمشي في التراك، تحس ان في حد بيحركهم معين، كل واحد يمشي في تراكه، مش يعني قطيع. لا، اعمل شغفك، حقق حلمك. ولو مثلا فاكر ان مثلا الطريق اللي انت بتحبه ده ما فيهوش فلوس كتير او مش هيجيب لك العائد السريع اللي انت بتحلم بيه، لا، تعال بص لها يا عم من وجهة نظر تانية. الفلوس دي عبارة عن ايه؟ يعني بنظرة مش مسطحة. يعني الفلوس مهمة وكل حاجة، لكن الفلوس تعالى في الاول وفي الاخر ورق ملون. يعني ممكن العملة تكون في بلدك ليها قيمة، في بلد تانية ملهاش قيمة. عملة دولة زي بلغاريا مثلا، يعني لو جيت مثلا تصرفها في فرنسا ملهاش قيمة. هي فكرة مش سطحية الحقيقة، يعني فكرة عميقة شوية. ولكن ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني هتكسب فلوس قليلة دلوقتي؟ لا، ممكن تكسب فلوس بعدين. يعني ما تفكرش على المدى، او ما تبصش تحت رجليك ان انت مثلا لا، ده المجال اللي انا بحبه ده او اللي انا عايزه مش هيجيب لي فلوس في الوقت الحالي. لا، فوق، بص لبعدين. انت اللي تكون لما تكون مميز في المجال، ثق تماما وانت بتعمل الحاجة دي بشغف وبتعملها باستمرار وما بتنقطعش، هتحقق ربح. اكيد هتحقق ربح. مش هتقدر ما تحققش ربح، لا، هتحقق ربح. وده اللي يمكن وصل الدول العربية والدول بتاعت شمال افريقيا اللي هي تكون طاردة لسكانها، او السكان اللي هناك او الشعوب اللي هناك بتفكر في الهجرة، عندها حلم وشغف الهجرة مسيطر على تفكيرها. ليه؟ عشان في دول تانية بتتيح لهم ان هم يحققوا شغفهم ويحققوا ذواتهم. اتمنى ان انت في الاخر تحقق حلمك، ما تحققش حلمهم، تشتغل الحاجة اللي انت بتحبها عشان انت هتبدع فيها، ما تخرج بره القطيع اللي هو ماشي كل واحد بيسلم واحد وفي الاخر كلهم بيقعوا في نفس البير، لان هم ماشيين ورا بعض، محدش شايف قدام ان في حفرة. ثق تماما لو انت بتعمل حاجة اللي انت بتحبها
هتنجح في يوم من الايام. اتمنى لكم كلكم التوفيق، واتمنى لكم من كل قلبي ان انتوا تحققوا احلامكم، وان انتوا تشتغلوا في الحاجة اللي انتوا بتحبوها. مع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد.